الحسن سعدي نائب برلماني حزب التجمع الوطني الأحرار. اليوم عندنا جلسة ديال الأسئلة الشفوية للإجابة على مجموعة من القضايا اللي كتهم المواطنين. كاين واحد المسألة اليوم اللي خصنا نعتزوا بها في بلادنا، هو أنه كنقولوها بوجهنا أحمر، لو كان شي حكومة أخرى اللي كاينة في هذه الظروف ما غاديش قد أنها تخرج البلاد من هذه الأزمة بدون خسائر. اليوم راه العالم كامل كيعاني من التداعيات ديال الكوفيد والحرب والتداعيات ديال هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. اليوم بفضل هذه الحكومة وبفضل الكفاءات اللي فيها، اللي هما ناس ناجحين في الاقتصاد والناس ديال الدومين، عرفوا كيفاش انهم يخرجوا بلادنا بتوازنات ماليه وبلا ما تخسر يعني حقيقة الخزينة ديال الدولة. اليوم كنتحدثوا على التحكم في نسبة ديال العجز، كنتحدثوا على التحكم في نسبة ديال المديونية، كنتحدثوا على أنها بلادنا عندها اليوم خط ديال السيولة، عندنا صندوق النقد الدولي ب5 مليار ديال الدولار، كنتحدثوا اليوم على أنه خرجنا من المنطقة الرمادية ديال الغافي بفضل الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة. هذه التوازنات المالية وهذا عدم يعني اللجوء، لأن كاين اليوم معارضة اللي كتقول لنا خصنا نديروا قانون مالية تعديلي. لما علاش؟ اليوم التوقعات والفرضيات اللي حطينا باقيين فيها، وعندنا الحمد لله اليوم مداخل اللي هي ضريبيه محترمه اللي كنوجهوها من اجل دعم القطاعات الاجتماعيه. لذلك اليوم ميزانيه الدوله في مستويات معقوله، وهذا الشيء كله بفضل يعني كما قلت هذا التدبير المحكم للحكومه، وعدم الانصات لبعض الناس اللي ما كيفهموا في هذا الشيء واللي خصهم يبقاو يعني في الدومين فاش كيفهموا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.